تعالى اقول لك على تشكيل نادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة القمة اللي هي ميعادها باذن الله يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025. مباراة القمة بين القطبين هيبقى مباراة قوية باذن الله على ملعب استاد القاهرة الدولي. اول حاجة هنتكلم على حراس المرمى، وهو حراس المرمى بالنسبة للنادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي في حراسة المرمى. اما بالنسبة نادي الزمالك هو هيبقى محمد صبحي، دي بالنسبة لحراس المرمى. في الدفاع أربعة، في الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي هيبقى ياسر إبراهيم أول واحد بالنسبة للدفاع النادي الأهلي. اللاعب الثاني هو ياسين مرعي المتألق في الفترة الأخيرة. أما بالنسبة للاعب الثالث اللي هو على اليمين هو اللاعب محمد هاني. أما بالنسبة لناحية الشمال في نفس الدفاع هيبقى مصطفى العش. دي بالنسبة للدفاع بتاع نادي الأهلي، الأربعة دفاع وحارس المرمى. طب بالنسبة لنادي الزمالك هيبقى حسام عبد المجيد أول لاعب، وطبعا حسام عبد المجيد متألق برضو في الفترة الأخيرة. المدافع الثاني هو محمد إسماعيل، طبعا في غياب الونش موجود بس طبعا ده متألق الفترة دي. أما اللاعب الثاني في اليمين اللي هو عمر جابر. اما بالنسبه للاعب اللي في الشمال هو محمود بنتاج. دي بالنسبه للدفاع لنادي الزمالك في مباراه القمه. اما بالنسبه لخط الوسط نادي الاهلي هيبقى مروان عطيه من 3 لعيبه. المدافع الخط الوسط الثاني الو ديانج ده. اما بالنسبه للاعب الثالث هو احمد نبيل كوكا. دي بالنسبه لخط وسط نادي الاهلي 3 لعيبه. هنخش على خط وسط نادي الزمالك، اول واحد هو عبد الله السعيد خط وسط نادي الزمالك. بالنسبه للاعب الثاني هو دونجا، ده اللاعب الثاني في وسط نادي الزمالك. اما بالنسبه للاعب الثالث في وسط نادي الزمالك هو ناصر ماهر. دول 3 خط وسط نادي الزمالك. اما بالنسبه للهجوم اللي بالنسبه للنادي الاهلي هو اول واحد هيبقى محمد طاهر على اليمين. اما بالناحيه الشمال هيبقى تيري زيجي. دي بالنسبه خط الهجوم. اما راس الحربة هيبقى هو محمد شريف. دي بالنسبه للنادي الاهلي خط الهجوم بتاعه من 3 لعيبه. اما بالنسبه لنادي الزمالك هيبقى خوان بزيرو او خوان الفا من ناحيه اليمين بالنسبه لنادي الزمالك في الهجوم. اما ناحيه الشمال هيبقى ادم كايدا بالنسبه لنادي الزمالك، وفي الهجوم هيبقى الدباغ. دي بالنسبة لهجوم نادي الزمالك. دي مباراة هتبقى قوية وشرسة بالنسبة للفريقين، مباراة القمة، ولا هتحدد حاجات كتيرة في الدوري المصري الجديد في بداية الدوري المصري. طبعا الزمالك في عنده 17 نقطة والأهلي عنده 15 نقطة. لو عجب الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس ليوصل لك كل